شاركت الإعلامية رضوى الشربيني منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث كتبت: أقرب طريق لقلب الست إنك تطلع راجل. وفي تدوينة أخرى كتبت: هتديله أكتر من قيمته هيديك أقل من قيمتي، هي الدنيا كده. ونشرت رضوى الشربيني صورة لها وعلقت قائلا: في شوية رجالة لو استرجلت الحياة تبقى ألطف بكتير، حيث كانت قد صرحت في وقت سبق بدعمها الصريح للمرأة قائلا: أنا ناصرة النساء ولا أقبل كسر قلب أي امرأة. وفي تطورات جديدة بشأن الكلام المثير بين الإعلامية ياسمين عز ورضوى الشربيني، علقت رضوى الشربيني الرد على آراء الإعلامية ياسمين عز هي الرجل المصري والذي تقدمه خلال برنامج كلام الناس. بداية الأمر عندما واجهت ياسمين عز حديثها للفتيات قائلا: كنت بتكلم عن بروتين الشعر وبنصحك وأقول إنه مضر ليك ولجوزك. متابعة حديثها قائلا: تطلع واحدة تسيب الموضوع وتمسك بشعري أنا، وإن الرجل المصري فرعون. وجاء رد رضوى الشربيني عندما علقت متابعة قائلا: في واحدة بتقول الرجل المصري فرعون الكبير يا أستاذة رضوى، بترد عليها قائلة: طب وأنا مالي يا لمبي. وفي نفس الوقت نشرت رضوى الشربيني تدوينة على تويتر كتبت فيها: هتديله أكبر من قيمته هيديلك أقل من قيمتي، وهي الدنيا كده. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.